أهلا بيكم في مطبخ السعادة. النهاردة هنتعلم نعمل عصير المشمش الطبيعي المركز بدون سكر وحفظه في الفريزر. أول حاجة عندنا كيلو مشمش غسلينه كويس قوي، وبعد كده هنبتدي نفتحه من النص ونشيل النوى منه، وبيكون معانا بالشكل ده. وبعد كده هنحطه على نار متوسطة، ونحط معاه نص كوباية مية ونسيبه على نار متوسطة لمدة ربع ساعة، وهو بياخد القوام ده في الآخر. وبعد كده بنسيبه يبرد خالص، وبعد كده بنحطه في الخلاط ونبتدي نضربه لمدة 3 دقايق بالشكل ده. وبعد كده بيكون ده قوامه في الآخر. بنحطه في أكياس أو ممكن في علب وبنحفظه في الفريزر، وممكن نعمل أي كميات كبيرة ونشيلها في الفريزر ونستخدمها في أي وقت. أتمنى تكون الطريقة سهلة وعجبت حضراتكم، وإن شاء الله تجربوها. بتمنى الفيديو يكون عجب حضراتكم، ولو عجبكم ما تنسوش لايك على الفيديو واشتراك في القناة، وممكن تتابعونا على مواقع التواصل موجودة أمام حضراتكم. وإلى اللقاء إن شاء الله في فيديوهات جديدة على مطبخ السعادة.